من يومين والسوشيال ميديا في مصر والعالم العربي ملهاش كلام غير عن مولانا الإمام الشعراوي. أول ما المسرح القومي أعلن إن في أمسية هتتعمل على المسرح في شهر رمضان بتتكلم عن الشعراوي وبتجسد حياته، الدنيا قامت وما قعدتش، وبدأت حرب باردة بين محبين إمام الدعاة وبين مجموعة من المشاهير الرافضين للفكرة، وبيتهموا إن الشيخ الشعراوي كان مضلل، وشايفين إن أسطورة الشعراوي كلها كذب في كذب، لأن له مواقف كتير بتناقض اللي كان بيطلع يقوله على قنوات التلفزيون. ده على حد قولهم. يعني بالعقل مفيش مواطن مصري ممكن يفرح في هزيمة بلده، إلا أن الشعراوي سجد لله شكر في نكسة 1967، لأنه اعتبر إن انتصار مصر هيكون انتصار للشيوعية، ومحدش فكر يوجه ليه أي انتقادات وقتها. وفي عهد الرئيس الراحل السادات، وفي الوقت اللي الشعب كله انتقد الدولة بسبب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وقف الشعراوي تحت قبة البرلمان سنة 1978 وقال: السادات لا يسأل عما يفعل. ودي آية قرآنية بتوصف ربنا. وفي عصر مبارك كان في لقاء واحد اللي وجه فيه كلام لمبارك وقال له: إن كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعنك الله على أن تتحمل. وبسبب الهالة المقدسة للشعراوي فدراويشه اعتبروها كلمة حق أمام سلطان جائر رغم أنها عادية. أما لو اتكلمنا عن فتاويه وأفكاره باعتبار إن حياته هي حريته الشخصية وتخصه فقط، فمن أشهر فتاوي الشعراوي هي أن تارك الصلاة نكران يقتل، وتاركها تكاسلا يستتاب ثم يقتل. التبرع بالأعضاء البشرية وزراعة الأعضاء وغسيل الكلى حرام بحجة إن ده تعطيل لإرادة الله، وإحنا ليه نأخر لقائه بربنا. والتبرج الحاح من المرأة لعرض نفسها على الرجل، والمرأة لا تعمل ولا تخرج من منزلها إلا في حالة الضرورة. ده غير رده على سؤال: هل علماء الإنسانية غير المسلمين سيدخلون النار؟ فكانت الإجابة نعم، وقال إنهم للمسلمين كالمطايا. وإشادته بسيد قطب، وقال إن أتباع فكر ومنهج سيد قطب يعز من شأن الإسلام. وقال على توفيق الحكيم مدعي نبوة ومشرك، وكان بالطبع من الشيوخ اللي وقعوا على فتوى قتل فرج فودة. ده غير خدعة البنوك الإسلامية اللي أسسها الشعراوي، ودعا وقتها لشركة الريان على إنها إسلامية لا تعمل بالربا. والناس كلها سحبت فلوسها من البنوك الحرام اللي بتعطي فايدة 10% لإيداعها في الريان بفايدة 30%. ولكن مدام الشيخ قال حلال تبقى حلال. واللي اكتشفنا في الآخر إنها نصب، وإن النصابين سرقوا فلوس الشعب وهربوا، وكانت المفاجأة إن الشعراوي ليها 34% من الأسهم. أسرة الشعراوي ما سكتتش على الكلام ده، وبدأت تاخد إجراءات كتير لوقف المسرحية، وكمان مقاضاة المشاهير اللي بيتكلموا عن الشعراوي بالشكل ده. ولسه الحرب دايرة ما بينهم، ومحدش فاهم مصير المسرحية دي هتكون إيه.